السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم صينية كنافة، انما ايه ما خدتش معايا تقريبا 10 دقايق. هنعمل الاول بقى ايه الشربات كده. معايا 3 كوبايات من السكر وعليهم كمان 3 كوبايات من المية. هعمل الشربات الاول علشان ايه، على ما اخلص الكنافة يكون ايه برد وكده، علشان الكنافة بتطلع من الفرن سخنة بنحط عليها الشربات اللي هو الساقع على طول. خلاص بقى، هنا كنت خلاص خلصت الشربات. معايا كمان صوص كده اللي هحطه جوه الكنافة وكده. معايا كوباية دقيق، كوباية قصدي لبن، وعليها كمان كوباية مية. وهدوب 3 معالق نشا كبار ومعلقتين سكر. الصوص ده يعتبر زي ايه، صوص كريمي كده، يعني ايه زي القشطة الكدابة كده. هو ايه، بيبقى صوص طعمه حلو وفي نفس الوقت بيديها قوام لذيذ كده، ويبقى ايه بيحليها، يعني بيخلي طعمها احلى. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده كنت بحط النشا. هحط هنا بقى 3 معالق على كوبايتين حليب، كوباية حليب وكوباية مية، ماشي. وهنقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه لحد لما الخليط يكون كريمي كده ويتقل معانا. انا بصراحة الفيديو بتاع الكنافة وانا برصها في الصينية، يعني الفيديو ضاع، مش عارفة بقى اتمسح ازاي مني. هنا كان المهم كان الشكل النهائي بتاع الكنافة، كانت بصراحة كانت طعمها زي الفل، وكانت طعمها حلو قوي. وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبألف هنا على قلوبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش تتابعوني، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.